السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشاركوا معكم كيك ديال الشكلاط، كتجي لذيذه وهشيشه. نشوفوا المقادير وفي نفس الوقت نخدموها معكم. عندنا 3 ديال البيضات كبار ولا 4 ديال البيضات صغار، كنديروهم في اناء على هذا الشكل هذا. وكناخذوا كاس ديال السكر سنيده، طبعا كنعبروا بكاس ديال العنبه، قبيصه ديال الملح، وكنزيدوا خنيشه ديال الفاني. طبعا اللي ما متوفرش عنده الفاني ممكن يدير قشور البرتقال ولا قشور ديال الحامض، حتى هما كيعطيو واحد النكهه زوينه. صافي كنخدموا هاد البيض والسكر، ومن بعد كنبقاو نزيدو بشويه بشويه. عندنا كاس ديال الحليب، ما يكونش بارد، يكون معتدل الحراره، طبعا حراره المطبخ. وكاس ديال الزيت اللي حتى هو كنبقاو نزيدوه بالتدريج. هاد الكيكه راه كتجي رائعه، الا جربتوها غادي تعجبكم. صافي كنخدموه مزيان البيض مع السكر حتى كيذوب لينا السكر. ودابا غادي ندوزو نشوفوا النواشف. عندنا 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، وعندنا ساشي ديال خميره الحلوى ديال 16 غرام. طبعا هادشي كامل خصو يكون مغربل، لان الطحين ملي كيكون مغربل راه كيعطيكم واحد الكيك هشيش وكيكون خفيف. وكندير 2 معالق ديال الكاكاو، وغادي نحركوا هادشي كامل، وغادي نشوفوا الا جاتنا مازال العجين خفيفه غادي نزيدوا نص كاس ديال الدقيق الابيض. صافي كنخدموها هكا حتى كيتجانسوا كاع المواد بيناتهم. هكا راه كتبان مازال خفيفه شويه. غادي نزيدوا نص كاس ديال الطحين، وغادي نخلطوها مزيان حتى تجانس المكونات كامله. واسمحوا لينا بزاف على هاد الغيبه الطويله اللي غبنا عليكم، واسمحوا لينا على الفيديو اللي فات ديال سلوم، فصراحه ما كنت مريضه وما قدرتش نهضر فيه، فدرت غير موسيقى. وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا يعني كل شيء، يعني الناس اللي يعني كيخصهم الامر وبغاو يعرفوا، واللي ما عرفش شي حاجه راه ممكن يكتبها في لي كومونتير ونجاوبوا. فصافي هذا هو القوام ديال الكيك اللي بغينا على هذا الشكل هذا. كناخذوا القالب اللي غيدخل الفرن، كندير ليه ورق الفرن من التحت باش ما تلصقش لينا الكيك، وكنشعلوا الفران على 180 درجه. كناخذوا كاسرونه كنديروا فيها كاس ديال عصير الليمون. واخا تشوفوا هذا الليمون احمر راه غير هذاك الليمون اللي كيكون احمر من الداخل، يعني هذا راه عصير ديال البرتقال. كنديروا معاه معلقه ديال سنيده، وكنديروا فوق النار يغلى شويه حتى يذوب لينا داك السكر ويتقال شويه. صافي ملي كنخرجوا الكيك ديالنا من الفران كنتقبوها وهي سخونه على هذا الشكل هذا، وكنخويو عليها هذاك العصير اللي صايبنا اللي درناه فوق النار مع السكر. كيف شفتوا هو اختار شويه. صافي كنخويو عليها من الفوق باش كتشرب هذاك الليمون. وطبعا اللي بغى يصفيه راه ممكن يصفيه، حنا ما صفيناش خليناه هكا. بالنسبه للشكلاط حنا عندنا الشكلاط هنايا موجود، يعني شاسي كتكون فيها الشكلاط موجوده، كديريها غير في المطايب وكيذوب داك الشكلاط. وطبعا اللي عنده شكلاط عادي راه ممكن يديروا في بانيو ماريا ولا يديروا مع الحليب سخون راه كيذوب. صافي كنغطيوها كامله بالشكلاط على هذا الشكل هذا. راه كتجي رائعه هاد الكيك هادي. طبعا الوليدات راه كيحمقوا عليها. وكنزينوها بالكركاع من الفوق على هذا الشكل. وهذه هي الكيكه ديالنا، راه كتجي هكا. كنتمنى انها تعجبكم وتعجب وليداتكم. صافي غادي نقطعوها باش تشوفوا من الداخل كيفاش كتجي. راه كتجي على هذا الشكل هذا، كيف شفتوا من الداخل راه كتجي خفيفه وفي نفس الوقت مسقيه، راه كيجي فيها واحد المذاق رائع. هذا هو الشكل النهائي، كتجي على هذا الشكل هذا. وبالصحه والراحه، وكنتمنى انكم تجربوها وترجعوا لي في لي كومونتير. ومبروك عواشركم، والله يدخل عليكم هذا سيدنا رمضان بالصحه والسلامه، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر. مع السلامه.